وما زلت معكم في المجموعة الأخيرة، وتحليل وتقييم وتوقع سريع ومختلف كالعادة الحمد لله، بشكل يعني مش هتلاقوا في أي مكان في أي وسيلة إعلامية كالعادة، فقط في أميزنج ميديا على أو في قنوات أميزنج ميديا في أميزنج سبورت. النهاردة يا جماعة أنا معكم في المجموعة الثانية عشر، المجموعة الأخيرة، آخر مجموعة خلاص. موضوع مجهد جدا رغم إن أنا مش بعمل حاجة كالعادة زي ما تعودتوا مني، اللي هي شاملة كاملة كاملة البنود والتفاصيل زي ما تعودتوا في البطولات اللي فاتت. لا أنا بعمل حاجة يعني اللي هي حاجة مقالة، وده الحاجة اللي هي إيه، عناوين يعني، وفي امور كتير ما بتكملش عنها، لكن بحاول ان انا يعني اجمل الامور بشكل كامل في حلقات سريعه. حتى للاسف كنت عامل حسابي على 10 دقائق، لان في امور مهمه جدا حابب اتكلم عنها ولازم ان انا اقولها، فالامر اصبح بيزيد شويه. يمكن الحلقه الاخيره اطول حلقه، المجموعه الحادية عشر اللي كانت وصلت حوالي 19 دقيقه تقريبا. انا ما كنتش راضي عن الموضوع ده بصراحه، بس تاني ارجع واقول المحتوى هو اللي يعني بيفرق، وطول ما المحتوى مهم ومفيد للغايه اكيد طبعا مش مشكله حته التوقيت. طيب ارجع برضو لامور في غايه الاهميه والخطوره، وتاني للمره العاشر باكد على العوار الكارثي والغريب والعجيب والمش مفهوم بمعنى الكلمه اللي بيجرى في تقنيه الوقت بدل الضائع الفعلي، واللي بيجرى في مساله ال ان هي ما بتتحسبش بالشكل الامثل والصحيح اصلا من البدايه، حتى بالاسلوب يعني عايز اقول حتى باللي حصل البطوله اللي فاتت. لا ده انا بقول لكم زادت الامور واصبح في امور مهمه جدا لازم تحتسب، وانا قلتها من اول يوم، لكن الامور دي لازم كانت تحتسب بدقه اكتر، ومع كده الوقت بدا ضايع اقل. ما فيش مباراة يا جماعة مهما كانت وصلت ل10 دقايق في شوط، ما حصلتش، رغم ان الوقت المهدر فعلا او الوقت بدأ ضايع الفعلي فعليا في مباريات كتير جدا كان فعلا بيبقى زايد جدا عن اللي بيحتسب. اديكم مثل للمرة 50، مثل اخر، مباراة البرتغال واوزبكستان اللي انا بسجل دلوقتي وهي خلاص بتفنش يعني في الدقيقة 86. المباراة دي في الشوط الأول، المباراة في الشوط الأول انتهت 3-0 لمنتخب البرتغال. في احتسب ليها معرفش العدد الرقم الغريب العجيب اللي بقى موجود بنسبة 80-90% في كل أوقات الوقت بدأ ضايع الفعلي، حاجة غريبة جدا، اللي هو 6 دقايق. معرفش ايه الحكمة من رقم 6 دقايق ده أو رقم 6. اكتشفت اني او لقيت ان اللي بيحتسب حضرتك 6 دقايق. طيب لما اجي اقول لك ان الشوط ده كان فيه 3 دقايق اللي هو فترة البريك اللي بتتعمل، ادي 3 دقايق دي خلصانة، دي منتهي الامر بالنسبة لها، زائد في كمان 3 اهداف احرزوا، وانا اتأكدت تماما ان المتوسط للاحتفال بالاهداف بيبقى من دقيقة لدقيقة ونص، يعني بتتكلم حضرتك دقيقة وربع، دقيقة 20 ثانية وهكذا. لقيت ده فعليا، واراهنكم واتحدى هتلاقوا ال3 اهداف دول اقل تقدير هتلاقي ان في ما لا يقل عن 4 دقايق احتفال في المجمل. تمام. تعالى بعد كده حضرتك لامر اخر، يعني دلوقتي احنا بنعدي ال6 دقايق فعليا. طب تعالى بقى الحاجه اعجب، انت كده ما حسبتش اي شيء تم اهداره. هديك مثل بسيط حصل في الشوط ده، في ركله اللي هو الهدف الثاني، راجع حضرتك من ساعه ما تم صفيرة الحكم باحتساب المخالفة لحد ما اتلعبت المخالفة، الحكم اللي هو جلال جيد، اللي انا شايفه ان هو مش كفء للدرجة وانه عليها فوات متعددة. تعالى حضرتك احسب كده، شوف الوقت اللي اهدر من بعد احتساب المخالفة لحد لعبها، دي لوحدها حط على جنب. اجمالا انا اثق ومتاكد وفي كامل الثقه ان حضرتك لو حسبت الوقت بدأ الضياع الفعلي اللي هم قرروا بنفسهم بالبنود اللي قرروها للوقت المهدر، اتحداك ان ما قالش عن 10 دقايق. احتسب يا فندم، احتسب 6. انا مش فاهم ازاي. طيب فانا تاني باثبت موقف للمره المليون في البطوله دي، وباكد لكم ان الامر ده هيبقى عوار كارثي في فتره مباريات المجموعات. لا ده هيزيد اكتر بكتير جدا في المباريات الحاسمه، الجوله الثالثه مهمه جدا وتفرق جدا، الجولات الخروج المغلوب وهكذا. طيب نيجي لي المجموعه بسرعه جدا. المجموعه طبعا اللي فيها انجلترا، كرواتيا، وغانا، ومنتخب الأخير اللي هو منتخب بنما. مجموعة لا هي قوية ولا هي متوازنة،
حاجة من العجيب يعني، لا هي قوية ولا هي متوازنة، بمعنى ان فيها جبات واضحة تمام، وفي نفس الوقت مش يعني دي مش متوازنة ومش قوية، يعني ما فيهاش عدد فرق قوية او عدد فرق يعني تقدر تقول ان هي متقاربة للدرجة او في نفس الوقت مرشحة الا فقط انجلترا. كرواتيا بعيدة، مستوى بعيد. طيب نبدأ من الاول من بنما، فريق يعني عايز اقول لك زي هايتي كده، فريق عنده بعض الامكانيات بعض القدرات، لكن مش الفريق المرعب، مش الفريق اللي مخيف يعني. ده على فكره الفريق ده دائما بيبقى موجود وليه اسم في امريكا الشماليه على فكره يعني، ودايما بيكون ليه بيناكف بالبلدي كده مع الثلاثي المعتاد المكسيك وامريكا وكندا. بنشوف بنما كده رابعهم، كوستاريكا بتاعت بقى له فتره، لكن في نفس الوقت هو حاليا مش الفريق اللي تقدر تشاور عليه، لا يضاهي طبعا مستوى امريكا ولا مستوى كندا ولا مستوى المكسيك. فيعني اقدر اقول ان هو تصنيف الرابع يعني في المجموعه، مش هتنتظر منه كتير. تعالى للفريق الثاني، منتخب غانا. منتخب غانا كالعاده مش المقنع للدرجه، عنده امكانيات، عنده قدرات، عنده لاعبين، عنده كفاءات، عنده يمكن جيل بيبني جيل، برضه قلت الكلام ده من المنتخبات اللي بتبني جيل، لكن بمعنى اصح هو اتبنى فعليا وبدا يعني اللي هو ايه يجني الثمار الى حد ما. فلكن في نفس الوقت بيعاني دايما من المتلازمه الموجوده الخاصه بالمنتخبات الافريقيه الكبرى، اللي هي حته اللعب الاقتصادي، الخوف على والجانب الفردي كمان جدا، على الجانب تغليبه على الجانب الجماعي، الخوف وبلعب بمحاذير زي ما ذكرت، بالذات ان غالبيه اللاعبين دول بيلعبوا في انديه كبرى كويس، فده برضو مسبب النقطه السلبيه جدا دي. تفضيل المصلحه الشخصيه على مصلحه المنتخب في امور كتير، عدم وجود الجرينتا، عدم وجود الاصرار وهكذا. تمام. يعني بيعتمد طبعا على كارلوس كيروش اللي هو برضو بعيد تماما عن هوية منتخب غانا اللي مشهور جدا من سنين انه كان منتخب قدرات وامكانيات وكفاءة فنية، واقدر اقول كرة جميلة، كرة ممتعة. كارلوس كيروش مدير فني معروف جدا، مدير فني دفاعي بحت بلا جدال، حتى مش متحفظ، ما عندوش كفاءة الفنية العالية، ما عندوش الكفاءة الخططية، ما عندوش التنوع. دي برضه مشكله. عشان كده حتى شفنا مع منتخب زي يعني بقدره بنما فاز 1-0 بالعافيه. انا برشحه مش هروح بعيد على فكره منتخب غانا رغم الامكانيات اللي بيمتلكها، وطبعا بيمتلك كمان ميزه بيفتقدها منتخبات زي السنغال وكوت ديفوار، اللي هو القوه البدنيه عنده افضل واعلى من اللي موجوده في المنتخبين. طيب نيجي للمنتخب الثالث، منتخب كرواتيا خلاص انا قلتها من سنين يا جماعه، منتخب كرواتيا بعد الجيل يعني انا مش هشوف زيه بصراحه، وقلتها حتى لو نتذكر حتى الجيل بتاع مودريتش والمجموعه بتاعته وبيرزيتش الرائع طبعا، لكن يعني يا جماعه لا ابدا لا يضاهي الجيل الرائع بمعنى الكلمه. يعني مش بكلم دلوقتي في المردود الرقمي، على فكره المردود الرقمي حاجه والاقناع والمردود الفني حاجه تانية. المردود الفني والاقناع والمردود الرقمي كان في جيل اللي بتكلم عنه اللي هو جيل ديفور سوكر والمجموعه بتاعته الخرافيه بلا جدال، اللي انا بصراحه ما شفتش زيها لمنتخب زي منتخب كرواتيا. يعني حاجه جباره، منتخب متكامل رهيب، حتى كان عامل طفر، يعني عامل مستوى مش طفر، عامل مستوى فعلي حقيقي في المنتخب ده طبعا لو انا اتذكر 98 وما بعده. المنتخب مش الحالي اللي كان عمل برضه افضل نتائجه، وصل نهائي كاس عالم وثالث كاس عالم، اكون صريح معكم ابدا لا يضاهي. في نفس الوقت ما كانش على فكره يعني، حتى الغريب في الامر ان المنتخبين لعبوا فرنسا لو نتذكر، لكن فرق شاسع مع ان فرنسا اللي كانت في 98 كانت اقوى كمان من فرنسا اللي لعبت كرواتيا في البطوله اللي هي البطوله اللي قبل اللي فاتت. الفرق شاسع يا جماعه، فبلا جدال ده يأكد كلامي. فزي ما بقول منتخب كرواتيا لا، انا بقول محتاج طبعا ينقب ومحتاج يعمل كفاءات ويجيب لاعبين على مستوى. خلاص هو جيل ده بيفنش تماما، هو بيبدأ يطعم الى حد ما لكن مش بنفس الكفاءة اللي كانت موجوده. فبرضه انا مش منتظر منه انه يعمل نفس المردود ولا نتائج اللي كانت في الجيلين، سواء الجيل الى حد ما الحالي او الجيل بتاع الفريق التاريخي بمعنى الكلمه والقوي للغايه. تعالى المنتخب الرابع انجلترا بقى اللي عليه كلام كتير، ممكن اقف عنده شويه بعد اذنكم. انجلترا في ناس عماله تتكلم عن حقبه ساوث جيت، وان المنتخب ما كانش بنفس الكفاءه ولا نفس الامكانيات ولا نفس الفنيات ولا نفس القدرات ولا نفس اي حاجه.
انا مش عارف ده ايه يعني انا مش فاهم. انجلترا يا جماعه في عهد ساوث جيت قدمت كره من اروع ما يمكن، طبعا مش بتكلم في العهد كامل، ايوه كان عنده بعض الهفوات، عنده بعض المشاكل، لكن نتذكر ان الفريق اللي كان مع ساوث جيت بلا جدال انا شفت قدم اجمل كره ممكن تتخيلوها، كان على ما اتذكر كان 2018 ما كانتش خدتني الذاكره، ورشحته جدا المنتخب ده انه يوصل لبعيد جدا، والمنتخب ده اتظلم جدا على فكره، اتظلم جدا 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 لو نتذكر، اتظلم تاني بكر، اتظلم جدا 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 ان شاء الله. انا بس كنت اتمنى اكمل الحلقات بتاعتي والادله والاثباتات الكامله اللي كنت بعملها على بطوله 2018 واللي فيها بلا جدال المنتخب ده كان عامل مردود خرافي بمعنى الكلمه، كان افضل كره بتتقدم. تعالى 2022 حضرتك المنتخب ده خرج بفعل، مش فاعل، ده فعل 50 فاعل برضو، كله مثبت ومؤكد، وعملت حلقه وقتها امام فرنسا 2-1 وكان هو الطرف الافضل والاحسن، واللي اتظلم ظلم باين بمعنى الكلمه، وده اثبته بالادله. واتهزم 2-1. يعني انا مش عارف وفي بطوله كاس اوروبا عمل مردود جيد بلا جدال. فلا يعني انا شايف ان بصراحه ظلم جدا. خلوا بالكم في نقطه تانية في غايه الاهميه، ما كانش الجيل اللي مع ساوث جيت وقتها كان بيبني جيل جديد بمعنى الكلمه، وكان لسه لاعبين صغار على فكره، قلتها استنوا على الجيل ده بالذات في 2022، استنوا هتجنوا الثمار بكل معنى الكلمه. ده اللي بيعمله دلوقتي توماس توخل. وتوماس توخل بيعمل ايه؟ بيجني الثمار اللي عملها ساوث جيت. فانا مش فاهم ساوث جيت مش معنى كلامي انه مدير فني خرافي، لا، بيفتقد بعض الامور قلتها واوضحتها كتير جدا قبل كده، حاجات خاصه يعني بجانب تحفيزي، جانب الفني لحد ما بعض الامور، لكن لا، متمكن في امور متعدده تمام. في نفس الوقت قريب جدا كان من اللاعبين، لكن طبعا مع اوكي خلاص فترته، انا قلت قبل كده كتير جدا مدير فني ما يكملش اكتر من 5 سنين، ده اقصى مدير فني، لانه خلاص بيكون تشبع، عنده حاله ملل، طبعا خرج كل اللي عنده في الاغلب وهكذا كتير، وبالذات لاعبين كمان خلاص يعني محتاجين جدا دم جديد وعقليه جديده، بس لازم طبعا تيجي افضل او على نفس المستوى. توماس توخل انا مش شفتوش تألق في اي فريق خالص، فيعني ما فيش حتى المدعاة ان هو الفريق ده انه توماس توخل هيتألق مع منتخب انجلترا بالذات انه يملك امكانيات رائعه وبيعتمد بشكل ضخم جدا على اللاعبين المجنسين او اللاعبين سوري او يعني او نقول اولاد المهاجرين او غيره. فبص حضرتك على الجيل ده وتعالى قارنه بالجيل الموجود مع ساوث جيت سواء 2018 او 2020 في كاس اوروبا او 2022 كاس العالم، اللي بدأ الى حد كبير يجني الثمار بتاعه. لو منتخب رائع عمل مستوى ممتاز جدا تمام، وكلمت عنه بسبب ساعتها، وفعلا ده اللي هو اللي بيلعب بيه دلوقتي غالبيته، هو اللي بيلعب بيه توخل مع بعض التنظيم والامور اوكي فقط، لكن اصبح في موهبه، اصبح في قدرات، اصبح في سرعات، اصبح في كفاءات، اصبح في لاعبين عندهم عزيمه جرينتا وهكذا، عشان كده بيلعب بالمستوى اللي شفناه لكن المحك الرئيسي زي ما قلنا هيبان اكتر في المباريات القادمه. طيب بشكل سريع جدا المباراه القادمه هتكون هقول لكم حالا اللي هي مباراة انجلترا وغانا. انا اتوقع طبعا ان انجلترا تكون الافضل، تكون الاحسن، لكن طبعا مش هتكون بنفس الطريقه اللي لعب بيها قدام كرواتيا، لان زي ما قلت كرواتيا فريق سنا وامكانيات قدرات اقل، غانا عنده الكفاءات، عنده الناحيه البدنيه اعلى. خلي بالك انجلترا بيمتلك الناحيه البدنيه بشكل اقوى بكتير من كرواتيا، لكن هيلاقيها في غانا، فدي تعمل له مشكله، مش هيكون بيلعب باريحيه زي ما كان بيحصل مع كرواتيا، مش هيلاقي الجانب البدني بيتفوق فيه. ما ننساش ان اللاعبين اللي بيقوم عليهم منتخب انجلترا بيقوم على اللاعبين من اصول افريقيه، فدي نقطه مهمه جدا. فالامر ده هيقوي ويتعب جدا منتخب انجلترا. اتوقع يفوز بفرق هدف، اتوقع 2-1. طيب تعالى للمباراة الثانية بنما وكرواتيا. مش سهل على فكرة كرواتيا، لكن كرواتيا هتفوز برضو بفارق مش كبير، اتوقع 2-1 3-1 ممكن 2-0، يعني ممكن فرق هدفين او هدفين. المباراة اللي بعد كده انجلترا وبنما محسومة، يعني مباراة مش هتكون يعني صعبة، ويعني ما اعرفش طبعا انا بتكلم المباراة الثالثة دايما يا جماعة لو لعب بقى بالبدلاء والكلام اللي بيجرى ده اللي انا ضده تماما، ان المفروض لازم الفريق يلعب بيه كامل. طبعا كامل اللاعبين بلا جدال، لكن ما تخليش دايما حكايه انت لان كده يعني زي ما بيقولوا بتفقد البطوله متعتها، في نفس الوقت يبقى عدم تكافؤ فرص مع الفرق الاخرى وهكذا. اما انجلترا اتوقع ان في كل حاله هتفوز فرق هدفين ل3 اهداف على بنما. نيجي المباراه بقى اللي تعتبر المفصليه، غانا وكرواتيا. مباراه صعبه يعني متعبه، اتوقع تعادل ممكن تعادل ايجابي. في الحاله دي هيبقى بنما طبعا بدون نقاط،
غانا هيكون عندها تعادل وعندها فوز على وكان في فوز بنما طبعا، وتعادل مع كرواتيا وهزيمه من انجلترا 4 نقاط. كرواتيا يبقى عندها فوز على بنما 3 وتعادل مع غانا يبقى 4 نقاط ايضا. تمام. لكن طبعا المحك هنا هيكون في الاهداف، غانا هتبقى تاني بالاهداف، فرق الاهداف، انها مش هتلتزم بنفس العدد الاهداف اللي اتهزمت بيه كرواتيا من انجلترا، ودي ده المحك الاساسي. وفي نفس الوقت لكن الفرق هنا ان ممكن جدا كرواتيا تحرز اهداف اكتر في بنما لكن مش كتير يعني. فتوقعي عامه ان انجلترا هتكون اول طبعا بفرق شاسع 9 نقاط وعدد اهداف، غانا الثاني بفرق اهداف عن كرواتيا، وكرواتيا الثالث، ثم بنما. وده كل حاجه بالنسبه للدور الاول المتعب المرهق. واشوفكم باذن الله ما قبل الدور الثاني ان شاء الله. اخد استراحه بقى في المباريات الثالثه، واتوقع انا ما اعرفش الدنيا هتمشي ازاي في الجوله الثالثه، لكن كده اتوقع ان هتبقى كل مجموعه تلعب في نفس اعتقد يعني ان كل مجموعه تلعب في نفس، هيبان هقول لكم حالا مباريات الاربع، هي هتبدا الاربع على طول. لا بنما كرواتيا، لا مش كل مجموعه تلعب في نفس لا كولومبيا جوله ثالثه اهي في نفس التوقيت زي ما توقعت، في نفس التوقيت. فاصبح كده فقد يعني جوله كامله هتتلعب بدل ما تكون 24 مباراه هتكون 12 مباراه فقط مشاهده. حاجه غريبه يا جماعه. المساوئ الرهيبه لبطولات المجمعه، المساوئ الرهيبه لعدم استخدام فكره خرافيه انا عاملها اسمها فكره الحافز الابداع، اللي تنهي تماما على مساله لعب مباراتين في توقيت واحد دي، وتضمن تماما النزاهه والعداله ولعب بشرف ولعب الاخر ثانيه، وكل فريق يلعب لنفسه ومفيش حاجه اسمها تلعب لفريق غيرك. عملت فيها كل يعني 16 فايده وميزه، في اكتر من كده مش عارف. غير طبعا ان الفكره الخرافيه اللي عملتها حضرتك ازاي تعمل بطوله من 48 فريق، اللي شوف يعني بعمل من الفسيخ شربات بطوله 48 فريق، اعملها بطوله مختلفه تماما وحاجه من اروع ما يمكن ومن افضل ما يمكن ومن اكثر البطولات اثاره ومتعه وقوه وعداله وكل حاجه. لكن ارجع اقول الافضل 1000 مره اللي انا عملته كاس العالم بابتكاري المدوي، كاس الدوري العالمي او كاس دوري العالم، البطوله الخرافيه اللي ان شاء الله هنزل لكم باذن الله كميه الفوائد منها والفرق الشاسع بينها وبين بطولات المجمع او بطوله كاس العالم المجمع ادي بكل بساطه. طيب ده كل حاجه، مش هستقول اكتر من كده، واشوفكم ان شاء الله بقى خلاص تعبت جدا. اشوفكم في ان شاء الله مع الدور الثاني باذن الله، تحليل وتقييم متوقع مدوي غير مسبوق مش موجود في اي مكان، نسبه نجاح مذهله مش موجوده في اي مكان نهائيا. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله.